مصر لا تريد، لا تتجرأ أن أن تعلن حرب ضد إسرائيل. كل طائراتها، كل دباباتها أمريكية، بكبسة زر أمريكا تفجر هذه الطائرات. هلا ما يطلعوا الفلاسفة المصريين بيقولوا لك إيه وجيش قوي. جيش مصر لا. التاريخ بيقول ان اللي عملها مرة يقدر يعملها تاني، ومصر عملتها معاكم مرة وتقدر تعملها عليكم تاني. شكلك ناس المجندين الأسرى الإسرائيليين لما رجعوا لكم بشباشب الزنوبة والبيجامات الكستور. شكلك ناسي خط بارليف الذي لا يقهر اللي المصريين طلعوا بخراطيم المية دمروه واحتلوكم. شكلك ناس ان مصر كانت بتحارب ساعتها أمريكا وان انتوا كنتم مش موجودين. شكلك ناسي اخر مواجهه بينا من سنتين ونص لما الاسطوره الحقيقيه محمد صلاح، مش بتاع ليفربول، لا بتاع عين شمس، الجندي المجند اللي شاف الاسرائيليين عندكم البنات والشباب بيرقصوا على علم مصر، خزن امشاط للذخيره وطلع عليكم وابادكم وضرب فيكم لحد لما الذخيره خلصت منه. ولو كان معاه ازيد كان كمل فيكم. جندي مجند واحد عنده 19 سنه بس عنده عقيده واحده: مصر اولا واخيرا، مصر ثم الشهاده. فانت اي حد بيطلع يدافع عن مصر او بيطلع يتكلم عن مصر ما بيكونش شايف غير حاجه واحده بس: الشهاده، انه ينالها في سبيل الله. فاحنا كلنا 120 مشروع شهيد دفاع عن مصر. تخيل ممكن نعمل معاكم ايه تاني؟